شخصية علي عبد الله صالح مختلفة، والكاره قبل المحب يشتاق لهذه الكاريزما اليمنية الجبارة. صورة تحمل دلالات كبيرة ومظهر للاعتزاز، والذي لا ترهبه قوة بوش الحاكم الوحيد للعالم، ويقول بالصورة: يدي أعلى من يدك. وحول جورج بوش إلى منتظر لكسرة اليد التي سيوجهها له، وإن كانت بشكل تحية فهو بتحيته أراد قول شيء أكبر. برأيكم ما هو؟ ولو أردت أن تقرأ شخصا قراءة كاملة فراقب حركاته خطوة كلمة تحية، فكل شيء وكل تفصيل من حياتك يشرح معانيك. ولهذه الصورة معان كثيرة وكبيرة، وما كل هذه الحرب ألا لخلو البلد من مهابة صالح. والله فهذه الصورة تبكيني، هذه الصورة تهينني، هذه الصورة تلعن حظي الذي لم يتدارك من علي عبد الله صالح إلا القليل، بل فاتني جل عهده. فلقد كبرت بوجه هذه الكارثة دون هذه الفخامة، العظمة. شفتاه تتحدثان، تأملوا، كأنه يقول له: اليد التي قتلت الأطفال العراقيين نجسة، هذه اليد لولا البروتوكولات لا تستحق مني المصافحة. ربما كان يقول ذلك، فعلي عبد الله صالح يجعلك تفترض كل شيء، شجاعته تقول كل شيء، وما كان يليق بصالح الذي في هذه الصورة إلا الموت، وهو يحمل بندقيته، الفداء بشجاعة لحظته الأخيرة. فمن يعطينا هكذا مشهد؟ نحتاج 100 سنة كي نعيد هذا المشهد. والله لقد كانت أمريكا صاحبة الجلالة وسيدة العوالم تتسول لحظة مصافحة من علي عبد الله صالح، والصورة تحكي ويد بوش ممدودة ويد صالح أعلى. وقد كانت تتسول صوت اليمن في مجلس الأمن لصالح الحرب ضد العراق، فلم يقبل. كانت القوة الأكبر في العالم تحابي اليمن، هذه نفسها اليمن التي صارت حاليا تتسول إدانة صغيرة ولو من مواطن أمريكي ضد الحوثي. أين كانت اليمن؟ وأين هي اللحظة؟ أين كنا بصالح؟ وأين نحن الآن؟ لأجل هذه اللمحة المجسدة لصالح آسف عل حياتي كلها، وفي عنقي له بيعة ما بقيت. والله شكرا. متابعي قناة الزعيم الحي.